احنا عارفين انك محتار تروح تتسحر فين من كتر الاماكن اللي موجوده، بس صدقنا المكان ده واحد من احسن الاماكن اللي ممكن تتسحر فيها في التجمع. احنا جربناه اول لما فتح من شهرين، فالفيديو ده دليلك تتسحر ايه من فول 95. وفول 95 اصلا مكان متخصص في الفطار بكل انواعه، زي الطعميه القماطي والطعميه المحشيه اللي كلنا بنحبها، ده غير الفول والبيض. فتعالوا نقول لكم ايه الحاجات اللي ما تفوتش من عنده. تبدا اول حاجه بالجبنه الرومي المقليه، ودي تستاهل التجربه من عندهم. بعدها تدوس في الطعميه المحشيه عندهم، بس عندهم الطعميه 95 دي ما تتفوتش، فيها كيري وبسطرمه وهالبينو. وفي الفول عندهم لازم تجربوا الفول اسكندراني، الصراحه مش عارفين هم بيعملوا فيه ايه بس كان طعمه خطير. وعندهم عدد واحد كيري بسطرمه سكامبل، بيبقى كريمي وبيدوب في البق وده يطرح له ايا كان انت فين. ونفس الكلام البطاطس السبايسي دي، بعد كل الاكل ده بقى تحبس في الاخر بتمر هندي عندهم بيعملوه خطير. وفي رمضان منزلين منيو فطار مخصوص، عندهم وجبه كفته، وجبه فراخ مسحب مع ملوخيه، وجبه حواوشي، ودي اللي بدانا بيها وكانت حلوه الصراحه. ما توقعناش مكان سحور يعمل ملوخيه بالحلاوه دي. ولسه منزلين طواجن جديده من معمرات لطاجن سبانخ بالفراخ، وطاجن السبانخ بالفراخ بالنسبه لنا كان احلاهم. ودي كانت تجربه سحور وفطار من فول 95 محدش يختلف عليها، فجربوه وقولوا لنا رايكم.